اختلاف العمائم، نيران في إيران. حقائق حول إيران بعد 31 عاما من الثورة. إيران في العهد البهلوي عقديا وسياسيا. شهدت إيران في القرن العشرين تحولات سياسية كبيرة في فترات قصيرة جدا، كانت بدايتها مع الثورة الدستورية سنة 1905 للميلاد بسبب أزمة التبغ، ثم بداية النهاية للحكم القاجاري على يد قائد في الجيش الإيراني هو رضا خان، الذي قام بانقلاب عسكري ضد العرش القاجاري سنة 1921 ونصب نفسه شاها على إيران سنة 1925 للميلاد، مؤسسا لبداية حكم الأسرة البهلوية في إيران. تنازل الشاه رضا بهلوي عن العرش في سنة 1941 للميلاد لابنه محمد رضا بهلوي بضغط من الحلفاء بعد اتهامه بالتعاون مع ألمانيا، وتحالف محمد رضا بهلوي مع الولايات المتحدة الأمريكية مستبدلا نفوذا أجنبيا بآخر، ما انعكس سلبا على شعبيته وفقد حكمه لصالح حكومة مصدق، لولا انقلاب قام به الجيش ضد محمد مصدق، وعمل محمد رضا بهلوي على تشديد قبضته على النظام، فقام بتأسيس منظمة المخابرات والأمن القومي السافاك ومضاعفة ميزانية الجيش، ثم عمد إلى مواصلة المشروع السياسي والفكري الذي وضع والده لبناته الأولى، فأعلن عن مشروعه الثورة البيضاء الذي حاول من خلاله مجاراة النموذج الأتاتوركي. ففي الجانب السياسي صدر قانون الانتخابات الذي أسقط شرط الإسلام من شروط الترشح لعضوية المجالس البلدية، وإحلال القسم بأي كتاب سماوي على احترام الوظيفة محل القسم بالقرآن الكريم، وتخويل النساء حق الترشح والانتخاب. فكانت تلك القوانين وغيرها السبب في بداية الثورة عليه. وعمل محمد رضا بهلوي على إحياء القومية الفارسية من خلال الاهتمام باللغة الفارسية ومنع التعليم باللغات الأجنبية وخاصة اللغة العربية، كما قام بمحاولة تنقية الفارسية من المصطلحات ذات الأصول العربية وإحياء التراث الفارسي القديم، وبالذات تراث الدولة الساسانية وملحمة الفردوسي التي تصور الفتح الإسلامي على أنه هجوم بربري من طرف العرب الحثالة الذين يعيشون في الصحاري ضد الحضارة الفارسية العريقة. وبسبب تبني الشاه للمنظومة العلمانية المتطرفة، فقد كانت علاقته بالمؤسسة الدينية في إيران متوترة، فضيق على المؤسسة الدينية وحرمها الكثير من مصادرها المالية كالأوقاف، إلا أن الشاه لم يكن يقف أمام الدين بشكل كامل، وإنما حاول دائما استغلاله لتحقيق مشاريعه داخليا وخارجيا. فقد وجد أن دعم النشاط الشيعي في العالم العربي يحقق له هدفين، فمن جهة يحسن صورته أمام المؤسسة الدينية في الداخل، ومن جهة أخرى يخدم مصالحه التوسعية من خلال إيجاد تجمعات في دول عدة تتبع له بحجة التوافق في العقيدة الشيعية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك إيفاده لموسى الصدر للبنان لإقامة كيان شيعي مرتبط بإيران، بدلا من انتماء غالبية شيعة لبنان للأحزاب الشيوعية واليسارية التي تعادي سياسات الشاه الأمريكية. اختلاف العمائم، نيران في إيران. حقيقة الخميني وجرائمه العقدية والسياسية. بما أن الخميني عالم شيعي في الأصل، فإن مشروعه السياسي تأسس على أرضية شيعية عقائدية تتمحور حول ركنية الإمامة التي هي أساس التشيع الاثني عشري، والتي بلورها في فكرة ولاية الفقيه، والتي تطورت أكثر من مرة بسبب تغير أحوال وأوضاع الخميني. وكغيره من علماء الشيعة المعاصرين، تشبع الخميني بانحرافات الشيعة المعروفة عبر التاريخ، فلا تكاد كتاباته وخطاباته تخلو من سب الصحابة رضوان الله عليهم واتهامهم بالنفاق والزندقة والكفر، وخاصة الشيخين أبي بكر وعمر، ولعنهما ووصفهما بصنمي قريش، حيث كان الخميني
يردد بعد صلاة الصبح كل يوم هذا الدعاء المخترع والمبتدع، حيث يقول: اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما وابنتيهما عائشة وحفصة الذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا إنعامك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك. ثم قال: الداعي به كالرامي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ب1000 سهم. وفي كتابه كشف الأسرار يتهم الخميني أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما بتحريف القرآن وسكوت الصحابة عن ذلك وقبوله، حيث يقول في الصفحة 138: إن مخالفة الشيخين للقرآن لم تكن عند المسلمين شيئا، كما أنه لم يكن من المستبعد بالنسبة لعمر أن يقول إن الله أو جبرائيل أو النبي قد أخطأوا في إنزال هذه الآية، فيقوم أبناء السنة بتأييده فيما أحدثه من تغييرات في الدين الإسلامي، ورجحوا أقواله على آيات القرآن الكريم. انتهى كلامه. وفي صفحة 172 من الكتاب نفسه يهاجم الخميني الفاروق رضي الله عنه بقوله: أما عمر فإن أعماله أكثر من أن تحصى، خالف تعاليم الله والنبي فحرم متعة الحج والنساء وأحرق باب الرسول. انتهى كلامه. والخميني الذي يعتبره البعض من المجددين للفقه الشيعي يسير في هذا التطاول والاعتداء على الصحابة الكرام على نهج علماء الشيعة السابقين، فنجده يحاكي نعمة الله الجزائري الذي يقول في كتابه الأنوار النعمانية في الجزء الثاني صفحة 279: لم نجتمع معهم أي أهل السنة على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. انتهى كلامه. وقول الجزائري هذا يشبه قول الخميني: نحن نعبد إلها نؤمن به أقام كل شيء على العقل والحكمة، وليس الإله الذي يقيم عمارة عبادته وعدالته ودينه، ثم يحاول بعد ذلك هدمها، فيرسل هؤلاء الظلمة من أمثال يزيد ومعاوية وعثمان ليتولوا الإمارة والحكم. انتهى كلامه. ويطعن الخميني في أمنا عائشة ويتهمها بما برأها منه الله عز وجل من فوق 7 سماوات، ويصفها مع الزبير وطلحة بالخبث أكثر من الكلاب والخنازير وغير ذلك من الأوصاف التي يعف اللسان عنها ولا تليق بإنسان له ذرة خلق، فضلا عن أن يكون مسلما وينتسب لورثة الأنبياء. ولم يتوقف الخميني عند هذا الحد، بل وصل به الأمر إلى التطاول على الأنبياء والحط من شأنهم، حيث يعتقد الخميني أن للأئمة درجة أكبر عند الله عز وجل من الأنبياء، فهو يقول في كتابه الحكومة الإسلامية: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومن مراوغات الخميني ومكره انتقاده للقومية العربية واعتبارها من الأفكار التي زرعها أعداء الأمة لتشتيت صفوفها، وفي نفس الوقت يدعو للتعصب للقومية الفارسية والجنسية الإيرانية وتمجيدها، حيث اشترط في الدستور الإيراني على إيرانية رئيس الجمهورية بدلا من ترسيخ الوحدة الإسلامية التي كان يتشدق بها، كما اعتمد اللغة الفارسية والتقويم الفارسي لدولة الثورة الإسلامية الشيعية، رغم إدراكه أن إيران تتكون من خليط من القوميات مثل الأكرادي والبلوشي والعربي والأذري واللور. ومن دلائل تعصبه للقومية الفارسية أن سياساته لم تختلف عن سياسات الشاه تجاه العرب واللغة العربية في إيران، ففي منطقة الأهواز العربية منع تعليم اللغة العربية وارتداء اللباس العربي والتسمي بالأسماء العربية، كما كان الخميني يرفض الحديث باللغة العربية مع المسؤولين العرب رغم إجادته لها، وكان يصر على تسمية الخليج العربي بالخليج الفارسي، ورفض أن يسمى الخليج الإسلامي كحل وسط. وتمادى الخميني في الوقاحة والبذاءة حتى وصل به الحال أن يعتقد أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم وعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم، حيث كتب في وصيته: إنني أدعي بجرأة أن الوضع الذي يتميز به الشعب الإيراني وجماهيره المليونية في العصر الحاضر أفضل من شعب الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ومن شعب الكوفة والعراق في عهد أمير المؤمنين والحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليهما، وذلك لأنه كان بين أهل الحجاز وأهل الكوفة عصاة رافضون للطاعة هاربون من أرض المعركة، فيما تحلى الإيرانيون بحب الشهادة وهبوا إليها. انتهى كلامه. وقد أكد علي أكبر ولاية وزير الخارجية الإيراني الأسبق وكبير مستشاري المرشد الإيراني الأعلى الحالي علي خامنئي للشؤون الدولية على صحة نسبة هذه العبارة للخميني في برنامج تلفزيوني مؤخرا في سنة 2010 بمناسبة استرجاع مدينة خرمشهر من القوات العراقية، وأن الخميني كان سعيدا بتغيير اسم شط العرب إلى أروند رود، وبسبب ادعاء الخميني اتباع آل البيت ونصرتهم وحمل راية نصرة المظلومين، وبسبب نشاط الخميني ضد الشاه بشكل كبير في المنفى وشنه هجمات إعلامية ضد الشاه بشكل مستمر، فإن قوى المعارضة الإيرانية بمختلف اتجاهاتها التفت حوله للتخلص من نظام الشاه الدكتاتوري، خاصة وأن الخميني ظهر كمصلح ديني منفتح على كل التوجهات، مثل الرئيس الأول لإيران بعد الشاه أبي الحسن بن الصدر، وقادة الجبهة الوطنية التي كان يتزعمها محمد مصدق، ومنظمة مجاهدي خلق، وحتى حزب تودة الشيوعي، إلا أن الظلم كان السمة العامة لحكمه وعصره، فقد ملئت السجون والمنافي والمقابر بحلفائه الذين غدر بهم ونكل بمن وقع تحت بطشه، حتى طال ظلمه الجميع من مراجع ورؤساء وقادة سياسيين وعسكريين ونخب مثقفة بل وعامة الناس. وفي زمنه نصبت المشانق في الطرقات للمخالفين، وقد رصدت ذلك عشرات المصادر التي تحدثت عن إيران في فترة الثمانينيات، مثل كتاب من بلاط الشاه إلى سجون الثورة لإحسان نراغي، وكتاب الثورة البائسة لموسى الموسوي، وأكدت أن الإعدامات كانت تتم بالعشرات يوميا دون محاكمة أو من خلال محاكمة شكلية. وخابت آمال حلفاء وشركاء الخميني بعد انكشاف وجهه الحقيقي وحلقته من رجال الدين الذين كانت بداية ظهور وحشيتهم في طريقة تعاملهم مع بقايا نظام الشاه من قادة الجيش والسياسيين، فقد أجريت لهم محاكمات شكلية سريعة كانت تنتهي بإصدار حكم الإعدام أو الحكم بالسجن المؤبد في أفضل الحالات، وكانت الصحف تمتلئ كل صباح بأسماء من أعدموا على يد حرس الثورة من الملالي. ومن ثم طالت عامة الشعب الذين لم يؤيدوا الثورة، حيث وجه الخميني الملالي لتصفية حساباتهم مع كل الرافضين لبركات الولي الفقيه، وأباح لهم حتى اعتقال النساء وممارسة كل أنواع التعذيب معهم. أما الفتيات الأبكار فقد كان يتم الاعتداء عليهن قبل قتلهن من زبانيته، لأن المغتصبة لا تدخل الجنة. ولا تزال سياسة الاغتصاب قائمة حتى اليوم في سجون إيران، لكنها أصبحت تطال حتى الرجال بل والقادة والسياسيين أيضا، كما كشف ذلك المرشح الخاسر لانتخابات الرئاسة الأخيرة عام 2009 ورئيس البرلمان الإيراني السابق مهدي كروبي. وحين اعترض بعض شركاء الخميني على ما يجري وطالبوا بالعدالة، عمد الخميني إلى الإيعاز لأعوانه بتأسيس جهاز مخابرات على غرار جهاز السافاك قام بملاحقة حلفاء الأمس وشركاء الثورة على الشاه، وهو المنهج الذي كرسه الخميني ويسير عليه أتباعه اليوم، حيث زجوا في غياهب السجون من نجا من مسلسل الاغتيالات الذي استمر لسنوات طويلة تحت حجج المؤامرة الغربية لإسقاط الجمهورية الإسلامية. ولذلك هرب أبو الحسن بن الصدر إلى المنفى من جديد خوفا من بطش الخمينيين بعد قرار من الخميني بإقالته، واستمر منهج الخميني بالبطش بشركائه وحلفائه لدى خليفته خامنئي. فمنذ بروز التيار الإصلاحي عقب نهاية الحرب العراقية الإيرانية، والإصلاحيون يتعرضون للقمع والاعتقال والاغتيال على يد التيار المحافظ، إذ أحصت المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان عام 1996 للميلاد حوالي 110 حالات إعدام لسجناء سياسيين، من بينهم 3 ينتمون إلى القومية الكردية. وفي نوفمبر تشرين الثاني من العام نفسه نفذ حكم الإعدام في 137 معارضا سياسيا آخر، منها حادثة مقتل الناشط السياسي فرج ساركوهي الذي ألقي القبض عليه في فبراير شباط، ثم اختفى مدة شهرين ووجد بعدها مقتولا بعدة طعنات في الصدر. وقد وجهت الاتهامات إلى أجهزة الاستخبارات الإيرانية. وفي عام 1997 للميلاد تم اعتقال رئيس تحرير مجلة مايار إبراهيم زلزادي على خلفية مقالة انتقد فيها انتهاكات حقوق الإنسان،
ثم وجد مقتولا بآلة حادة في 29 من مارس آذار من العام نفسه. وشهد عام 1998 للميلاد مقتل السياسيين المخضرمين درويش فروهر وزوجته براونة فروهر زعيمي حزب الأمة المعارض في منزليهما بطهران يوم 22 من نوفمبر تشرين الثاني عام 1998 للميلاد. كما قتل في نفس العام الكاتبان محمد مختاري ومحمد بويندة المعروفان بالدفاع عن حرية الرأي، واللذان اعتقلا لفترة قصيرة في أكتوبر تشرين الأول عام 1998. ووقعت محاولة لاغتيال سعيد حجريان المستشار السياسي للرئيس محمد خاتمي في 12 من مارس آذار عام 2001. وخلال الاضطرابات الطلابية اقتحمت إحدى الميليشيات المساكن الجامعية وهاجمت الطلاب أثناء نومهم وألقت ببعضهم من النوافذ، وألقي القبض على البعض الآخر، مما أدى إلى مقتل 4 طلاب على الأقل في تلك الحملة وجرح 300 آخرين، وزادت حصيلة المعتقلين عن 400. وقد تميزت مخابرات الخميني بتنفيذ جرائمها في وضح النهار، كاغتيال كاظم رجوي شقيق مسعود رجوي زعيم منظمة مجاهدي الشعب في جنيف، ومحاولة اغتيال بعض السياسيين من عهد الشاه مثل اللواء أويسي الذي كان يشغل منصب قائد القوات البرية، وشهبور بختيار رئيس الوزراء الأسبق في فرنسا. كما أنها لم تقتصر على حدود إيران، بل كثيرا ما تعدت على سيادة الدول الأخرى في تجسيد عملي لعدم اعتراف الخميني بشرعية الدول الأخرى. وبطش الخميني لم يقف عند الساسة والعامة، بل طال أيضا المراجع الدينية الشيعية التي لم تقبل باستفراد الخميني بالحكم تحت غطاء نظرية ولاية الفقيه. فقد أمر الخميني بإقصاء مراجع دينية كبيرة وفرض عليها الإقامة الجبرية، مثل آية الله شريعة مداري الذي كان أعلى مقام من الخميني، والذي مات تحت حكم الإقامة الجبرية بأمر من الخميني نفسه. وعمل الخميني على تشويه صورتهم لدى الرأي العام الإيراني بتهم الفساد والعمالة للغرب، وقدم للمحاكمة العديد من أبنائهم وأقاربهم، فحكم بإعدام 3 من أبناء آية الله كافوري و2 من أبناء آية الله عالمي، وحتى آية الله منتظري الذي كان ساعد الخميني الأيمن وكان يفترض أن يخلفه في حكم إيران، فبسبب إبدائه رأيه حول ولاية الفقيه ودور رجال الدين أصدر الخميني قرارا بإقالته، وتم فرض الإقامة الجبرية عليه. وبعد وفاته في سنة 2010 في عهد خامنئي قامت المخابرات الإيرانية بإغلاق مكتبه. وبنفس الأسلوب الذي تعامل به الخميني مع المراجع قام نظام خامنئي بفرض الإقامة الجبرية على آية الله محمد صادق روحاني، وآية الله حسن الطبطباء القمي، وآية الله ياسوف راسجاري منذ عام 1996 للميلاد. وتعرض أتباعهم ومؤيدوهم للإيذاء الشديد، وتعرضوا للاعتقال والتعذيب مرات كثيرة. ورغم إسقاط شرط المرجعية في من يتولى منصب المرشد الأعلى ليتناسب مع مقاس خامنئي، إلا أن هذا الأخير سعى بالقوة لانتزاع لقب آية الله من المراجع في قم، مما يؤكد على أن النظام الإيراني لا يزال يستمد شرعيته واستمراريته من أفكار الخميني الخاصة رغم مرور 20 عاما على وفاته. وبالتالي لا يمكنه الخروج عن الخط الذي رسمه الخميني بوصفه نائب الإمام المعصوم. البطش والاستبداد الدموي تأصل في النظام الإيراني، حتى أنه وبعد وفاة الخميني حدث صراع مكتوم بين أجنحة النظام ولم تتغير أساليبه، وكان من ضحاياه أحمد ابن الخميني نفسه الذي يرجح أنه مات مسموما، بخلاف الرواية الرسمية التي تقول بأنه مات جراء أزمة قلبية، وهو ما نفاه طبيبه الذي تم اغتياله ولم يسمح النظام بتشريح جثته. وقد تفاقمت الحالة البوليسية في داخل النظام الإيراني لدرجة أن حكومة نجاد قامت في سنة 2010 بمنع حفيد الخميني من إلقاء كلمة في ذكرى وفاة جده. اختلاف العمائم، نيران في إيران. متاهة المحافظين والإصلاحيين في إيران. يختلف تصنيف المحافظين والإصلاحيين في إيران عن التصنيف السياسي السائد والمتداول عند الحديث عن الأجنحة السياسية في أنظمة الحكم يسار ويمين، والذي يعود إلى الثورة الفرنسية، حيث كان يجلس المؤيدون للملك على يمين البرلمان والمعارضون له على اليسار.
وأهم مفارقة في هذا التصنيف أن الكثير ممن يعد اليوم من رموز الإصلاحيين مثل الرفسنجاني ومير حسين موسوي كانوا من قيادات الصف الأول في الثورة الإيرانية عام 1979 للميلاد، وبعد نجاح الثورة تقلدوا مناصب هامة في النظام كرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والبرلمان وغيرها من المناصب. كما أن الإصلاحيين في بعض مواقفهم السياسية يعيرون المحافظين بالتفريط في الحقوق الإيرانية وخاصة ما يتعلق بالملف النووي. كما أن كلا المعسكرين المحافظ والإصلاحي يتكونان من خليط من المراجع والعلماء والساسة والعسكر والإعلاميين ومن خلفيات متنوعة دينية وعلمانية وقومية، ويعبر عنهم جمعيات وأحزاب وهيئات وصحف ومجلات، ولكن من السهولة بمكان تغيير الموقع والموقف لشخص أو جهة دون سبب واضح أو مقنع. لذا فإن تصنيف المحافظين والإصلاحيين ليس محددا أو واضحا، وسبق لتيار الإصلاحيين أن حقق مكاسب سياسية عديدة ونجاحات في الانتخابات البرلمانية، خاصة بعد وصول محمد خاتمي إلى رئاسة الجمهورية سنة 1997 للميلاد واحتفاظه بالمنصب لدورتين متتاليتين. وبسبب اعتراض الإصلاحيين على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2009 والتي يتهمون الحكومة بتزويرها، بدأوا بحملة احتجاج منذ حوالي سنة ولا تزال في تصاعد مستمر. وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم مطالب أو مواقف الإصلاحيين اليوم إلى 3 مستويات أو اتجاهات. الاتجاه الأول يرى ضرورة الحد من صلاحيات المرشد الأعلى لصالح رئيس الجمهورية مع الحق في مساءلته وانتخابه. الاتجاه الثاني يشكك في ولاية الفقيه والجمهورية الإسلامية وينادي بفصل الدين عن الدولة. وأبرز مفكري هذا الاتجاه المفكر والمؤرخ عبد الكريم سروش. الاتجاه الثالث المعارضون للنظام الحالي جملة وتفصيلا من مختلف الاتجاهات القومية المتشددة أو الليبرالية، الذين يجدون في التيار الإصلاحي غطاء يمكنهم من العمل السياسي ومعارضة النظام. ويترتب على الموقف من ولاية الفقيه والمرشد مواقف سياسية تختلف مع ما يتبناه المرشد، بما في ذلك الخطاب السياسي، إذ يرى الإصلاحيون ضرورة تجنب المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية ووجوب مراعاة المصالح الاقتصادية الإيرانية والتركيز على العناصر الإيجابية في الحضارة الغربية والتأكيد على المفاهيم العصرية كتطبيق القانون والحرية والمجتمع المدني والديمقراطية وحوار الحضارات، ورفض الشعارات التي يرفعها التيار المحافظ مثل الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت لعدو ولاية الفقيه، الاستكبار العالمي، الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر. وقد رفع الإصلاحيون في مواجهاتهم مع الحكومة في يوم القدس العالمي مؤخرا شعارا على النقيض من ذلك، وهو لا فلسطين ولا لبنان، نموت من أجل إيران. وقد وجد الشباب الإيراني في الخطاب الإصلاحي ما يتواءم مع تطلعاتهم وآمالهم، وهذا ما يفسر التفافهم حوله، إذ أن أصوات الشباب هي التي حسمت الجولات الانتخابية السابقة لصالح الإصلاحيين. وفي الأزمة الحالية ينظم الطلبة في الجامعات مظاهرات داخل الجامعة بشكل يومي، ومؤخرا رفضوا دخول الامتحانات احتجاجا منهم على الطريقة التي تعامل بها النظام مع المتظاهرين، وقاموا بمقاطعة خطابات الساسة الإيرانيين بمن فيهم الرئيس أحمد نجاد بالشعارات المنددة بالدكتاتورية والاستبداد. ويضم التيار الإصلاحي في صفوفه أكثر من 18 حزبا ومنظمة، أهمها حزب جبهة المشاركة الإسلامية الذي يترأسه رضا خاتمي شقيق الرئيس محمد خاتمي، وحزب كوادر البناء الذي تأسس في عهد هاشمي رفسنجاني، وحزب الثقافة الوطنية برئاسة مهدي كروبي. أما التيار المحافظ فهو التيار الذي يؤمن بولاية الفقيه إيمانا مطلقا، ويعارض اختيار المرشد حتى من طرف مجلس الخبراء، لأنه يعتقد أن المرشد يعرف ولا يعين، كونه معينا من عند الله عز وجل. ويرى هذا التيار في مطالب الإصلاحيين بخصوص منصب الولي الفقيه خطرا داهما سيعمل على هدم فكرة ولاية الفقيه، ولذلك يرفض المحافظون كل الانتقادات التي توجه للمرشد الأعلى علي خامنئي. ويمثل الحرس الثوري والباسيج القوة الضاربة للمحافظين، وهو التيار الأكثر تشددا بين المحافظين، والذي يدعو إلى إنزال أشد العقوبات بالإصلاحيين، ويعتبرهم من أشد المفسدين في الأرض وأعداء لله، ويرى فيما يقومون به تنفيذا لمخططات الاستكبار العالمي. أما التيار الأقل تشددا فلا يخون الإصلاحيين ولا يتهمهم بالعمالة، ويدعو إلى الحوار معهم من أجل الوصول إلى حلول وسط
ما دامت مطالبهم تقتصر على احترام القانون والحرية، وهم بذلك يحاولون احتواء الأزمة. وعموما فالمحافظون والإصلاحيون لا يختلفون حول الأهداف الكبرى لإيران، وإنما في الوسائل، لأنهم جميعا يؤيدون سياستها التوسعية، وموقفهم من قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة والبحرين والملف النووي ومسألة تصدير الثورة تكاد تكون متطابقة، إضافة إلى تعصبهم للقومية الفارسية، إلا أن الإصلاحيين يريدون تصدير فكر الثورة باستعمال القوة الناعمة، وهذا ليس بأقل خطورة من تصديرها المباشر، في تقليد واضح لسياسة حزب العمل الإسرائيلي الذي استطاع تحقيق اختراق كبير في السياسة العربية دون تقديم أي مقابل، بعكس حزب الليكود الذي يفصح عن أطماعه ويستثير الدول العربية. اختلاف العمائم، نيران في إيران. حقيقة إسلامية ديمقراطية نظام ثورة الخميني، رغم محاولة إيران تحسين صورتها السياسية بتقديم نفسها كنموذج يمكن الاقتداء به من خلال الحرص على إقامة الانتخابات الدورية لاختيار الرئيس وأعضاء البرلمان، مما جعل البعض يصدق بوجود ديمقراطية في إيران، وجعل آخرين يمتدح إسلامية النظام السياسي في إيران، إلا أن الأحداث المتلاحقة بعد انتخابات 2009 لمنصب رئيس الجمهورية كشفت الوجه الحقيقي لنظام الملالي، الذي لم يجد غير القمع والعنف لوقف المظاهرات وإسكات المحتجين الذين يهتفون بالموت للدكتاتور. فقد أطلق العنان للحرس الثوري والباسيج للاعتداء والضرب والتنكيل بالإيرانيين صغارا كانوا أم كبرا، رجالا أو نساء، وحتى تخلو ساحة الجريمة من الشهود. قامت الحكومة الإيرانية بمحاولة منع مختلف وسائل الإعلام الأجنبية من تغطية ما يجري في الشارع الإيراني، كما قامت بحملة تشويش على البث الفضائي لعزل الشعب الإيراني عن المحيط العالمي وحجب بعض المواقع الإلكترونية مثل تويتر وفيسبوك عن الشعب في إيران. إلا أن المتظاهرين استطاعوا فضح وحشية هذا النظام الإرهابي بتسريب الكثير من الصور ومقاطع الفيديو حول ما قام به الباسيج والحرس الثوري ضدهم من قمع وتنكيل، أعاد إلى الأذهان ما كان يقوم به السافاك في عهد الشاه. وكان لصورتي الفتاة ندى سلطاني التي اغتيلت برصاص الباسيج وهي تقف بجوار والدها، وصورة دهس سيارة الشرطة لأحد المتظاهرين وغيرها من مقاطع الفيديو، الأثر البالغ على الرأي العام العالمي تجاه دموية وإرهاب هذا النظام الذي لا يتورع عن سفك دماء شعبه، فكيف من سواه. وبدلا من أن يقوم المرشد علي خامنئي بدور إيجابي، خانه الرشد بوقوفه خلف أحمد نجاد وقوات الحرس الثوري، رغم أن مكانته كمرشد أعلى للجمهورية الإسلامية تتطلب منه أن يحتوي الشعب الإيراني بجميع أطيافه، وأن يكون كالأب الذي يحتمي أبنائه خلفه عند شعورهم بالخطر، مما أكد للجميع أن علة النظام الإيراني في رأسه وليس في حاشيته أو زبانيته. وهذه الوحشية والدموية هي السياسة التي تنتهجها كل القوى المهمة في إيران. فرغم انكشاف دموية وإرهاب النظام تجاه شعبه للعالم، إلا أن قادة الحرس الثوري والباسيج لا زالوا يتوعدون المتظاهرين بعقوبات أشد قد تصل إلى حد الإعدام، بمباركة بعض المراجع والعلماء الذين اعتبروا الإصلاحيين أعداء لله، مما شرعن للشرطة والباسيج قتل المتظاهرين. وطالب هؤلاء المراجع القضاء بإنزال أشد العقوبات بالمتظاهرين، وهذا ما حدث بالفعل، إذ قام النظام بإعدام بعض الطلبة الذين هم في ريعان شبابهم بتهمة التآمر على النظام وتهديد أمنه القومي. ولم تتوقف جرائم نظام الملالي عند قمع المتظاهرين بالضرب، وإنما تجاوزتها إلى تعذيب المعتقلين داخل السجون، إذ تحدثت العديد من التقارير عن عمليات تعذيب واغتصاب طالت بعض المسؤولين السابقين قام بها الحرس الثوري في بعض السجون. ورجح بعض المراقبين أن وفاة الطبيب المجند رامين بورندرجاني لم تكن انتحارا كما تدعي السلطات الإيرانية، وإنما تم اغتياله لكونه شاهدا مهما على انتهاكات وقعت في سجن كهرزك من تعذيب وقتل واغتصاب للمحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية. وحاول النظام الإيراني تكذيب كل ذلك واتهام وسائل الإعلام الأجنبية بالكذب واختلاق القصص عن التعذيب، ولكنه عاد ليعترف بكل ما جرى. وتم إغلاق سجن كهرزك بأمر من المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعدها اعترف رئيس الشرطة في طهران بتلك الجرائم، واعتبر أنها تجاوزات من بعض القيمين على السجن
وستتم معاقبتهم. ورغم إغلاق السجن إلا أن مصادر منظمات حقوق الإنسان تؤكد على ارتفاع عدد القتلى والمعتقلين، وأن التعذيب في السجون لا زال مستمرا، خاصة مع تصعيد الإصلاحيين احتجاجاتهم في المظاهرات الأخيرة. وهذه الطريقة في التعامل مع المتظاهرين ليست بغريبة عن نظام الملالي، حيث كثر الحديث عن عمليات تعذيب قام بها جنود الخميني منذ اليوم الأول للثورة، عمليات تعد أشنع من تلك التي كان يقوم بها جهاز السافاك الرهيب أيام الشاه. والقمع والتنكيل هما سياسة الحرس الثوري والباسيج الدائمة. فمظاهرات الطلبة في عام 1999 وعام 2003 للميلاد تعرضت للقمع بنفس الطريقة التي يراها العالم اليوم، لكن لم يتح لها البروز الإعلامي كهذه، ناهيك عن إغلاق الصحف واغتيال المثقفين والصحفيين والمعارضين السياسيين الذين طالتهم يد الإجرام حتى في منفاهم القسري في أوروبا، كما حصل مع المعارضين الأكراد في ألمانيا. اختلاف العمالقة، نيران في إيران. مظلومية أهل السنة في إيران في الدستور والواقع الإيراني. تنص المادة 12 من الفصل الأول الذي يحدد الأصول العامة للدستور الإيراني على أن الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثني عشري، وهذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغيير. هذا التحديد الذي وضعه الدستور الإيراني يدفعنا للتساؤل عن موقف أهل السنة والجماعة في الدستور وواقعهم في إيران. فمن الناحية الدستورية يكفل الدستور حقوق أتباع المذاهب الإسلامية المختلفة كما تنص بقية المادة 12، وأما المذاهب الإسلامية الأخرى والتي تضم المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي والزيتي فإنها تتمتع باحترام كامل، وأتباع هذه المذاهب أحرار في أداء مراسمهم المذهبية حسب فقههم. ولهذه المذاهب الاعتبار الرسمي في مسائل التعليم والتربية الدينية والأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والإرث والوصية وما يتعلق بها من دعاوى في المحاكم. وفي كل منطقة يتمتع أتباع أحد هذه المذاهب بالأكثرية، فإن الأحكام المحلية لتلك المنطقة في حدود صلاحيات مجالس الشورى المحلية تكون وفق ذلك المذهب، هذا مع الحفاظ على حقوق أتباع المذاهب الأخرى. انتهى النص. ولكن الواقع بخلاف ذلك، فرغم مرور أكثر من 30 عاما على ثورة الخميني لا يزال 1.5 مليون سنيا إيرانيا في طهران محرومين من بناء مسجد لهم، بل إن سفراء الدول من أهل السنة في طهران لا يجدون مكانا يصلون فيه الجمعة إلا كراج السفارة السعودية. ومع ذلك تطالب وزارة الخارجية الإيرانية السفارة بإغلاقه. وإذا كانت سويسرا منعت بناء المآذن، فإن النظام الإيراني يمنع بناء المساجد من الأصل، في حين توجد معابد لأتباع الديانات الأخرى بما في ذلك المجوس عبدة النار. ولا يزال النظام الإيراني فوق منعه لبناء المساجد والمدارس الخاصة لأهل السنة يقوم كل فترة بهدم ما هو قائم منها، ليصبح هم أهل السنة الحفاظ على ما هو موجود، وليس التطلع لزيادة مساجدهم ومدارسهم لتزايد أعدادهم وعدم كفايتها للمصلين والطلبة الدارسين. وقد طال الهدم مدرسة ومسجد الشيخ قادر بخش البلوشي، ومسجدا في منطقة كيلان في هشتبر، وآخر في كتار جابهار ببلوشستان، ومسجدا في مشهد، ومسجد الشيخ فيض في شارع خسروي في منطقة خراسان الذي حول إلى حديقة. أما من حيث المناصب السياسية فإن الدستور الإيراني قطع الطريق أمامهم للمشاركة السياسية، باشتراطه أن يكون الرئيس مؤمنا ومعتقدا بمبادئ جمهورية إيران الإسلامية والمذهب الرسمي للبلاد، المادة 115. ورغم أن المناصب الأخرى لم تشترط أن يؤمن المرشح بالعقيدة الاثني عشرية، إلا أنه خلال 30 سنة من عمر الثورة الخمينية لم يحدث أن عين سني في منصب وزير في إيران. وفي المناطق ذات الأغلبية السنية فإن محاولات إقصاء أبنائها عن أجهزة الحكم تجري على قدم وساق، فمن بين 29 محافظة لم يعين محافظ واحد سني، حتى في المحافظات ذات الأغلبية السنية مثل بلوشستان وكردستان، رغم أن نص الدستور لم يمنعهم من ذلك. لكن واقع النظام وممارساته خلال أكثر من 30 عاما من الحكم تدل على أن المنع قانون حقيقي
وإن لم ينص الدستور عليه. وفيما يخص البرلمان فالدستور ينص على عدد محدد من المقاعد لليهود والزرادشت بعكس السنة بحجة أنهم مسلمون كالشيعة، ولذلك لا يكاد يتجاوز عدد نواب السنة في البرلمان 20 نائبا، وقد يبدو العدد من الوهلة الأولى كبيرا، ولكن يفترض كما تقول مصادر أهل السنة في إيران أن يمثلهم 50 نائبا بحسب عددهم الحقيقي، والبالغ 18 مليون نسمة بنسبة لا تقل عن 25% من سكان إيران. ورغم قلة حصة السنة في البرلمان الإيراني، إلا أن الطامة هي أن الذين يصلون إلى البرلمان في الحقيقة لا يعبرون عن مطالب أهل السنة، لأن النظام الحاكم لا يسمح للممثلين الحقيقيين للسنة بالوصول إلى البرلمان. والشيء نفسه ينطبق على المناصب الأخرى في المحافظات السنية، حتى إدارة الجامعات والمراكز العلمية فقد استبدل أبناء السنة الذين كانوا فيها مع بداية الثورة بآخرين من الشيعة المتواجدين في المحافظات، أو استقدامهم من محافظات أخرى رغم افتقادهم للكفاءة مقارنة بنخب ومثقفي أهل السنة. وفي وقت سابق أصبحت المحافظات السنية تابعة إداريا للحرس الثوري الإيراني، وبررت بعض الأوساط القريبة من النظام الإيراني ذلك لتطوير المنطقة اقتصاديا، بحكم أن الحرس الثوري يتمتع بامتيازات اقتصادية، حيث تشهد المناطق التي يشرف عليها نشاطا تنمويا كبيرا، وهي حجة أوهى من بيت العنكبوت، لأن الحقيقة هي أن النظام بتلك الخطوة أحكم القبضة على المنطقة لتنفيذ المشاريع والسياسات الممنهجة التي تحاول القضاء على أهل السنة والجماعة بأي شكل من الأشكال. وبدلا من مجيء التنمية الموعودة لمناطق أهل السنة، جاءت الاعتقالات والاعتداءات والإعدامات وإغلاق المساجد والمدارس. وسياسة الإقصاء والتهميش لأهل السنة في إيران طالت أيضا وسائل الإعلام البسيطة، إذ يشكو أهل السنة من قلة الساعات الممنوحة لهم في وسائل الإعلامية الرسمية. ففي منطقة بلوشستان على سبيل المثال تمنح لهم ساعة واحدة يوميا يخصص معظمها للحديث عن منجزات الثورة والحكومة، وليس لمناقشة قضاياهم ومشاكلهم المهمة. ورغم وجود أعداد كبيرة من أهل السنة في مناطق مثل خراسان وكردستان وهرمز، إلا أنهم محرومون من الاستفادة من برامج الإذاعات المحلية، بخلاف بعض الطوائف والأقليات الإيرانية الأخرى التي تسمح لها السلطات الإيرانية بساعات إذاعية خاصة بهم وبلغاتهم عبر إذاعات محلية. اختلاف العمل، نيران في إيران. أدنى للاستثمار والتطوير العقاري، بيع، شراء، تطوير واستثمار، مخططات سكنية ذات طابع خاص، قريبا في المدينة المنورة، منتجع ترفيهي. أدنى لكل من يبحث عن فرص حقيقية للاستثمار والتطوير معنا، ولأدنى معنى آخر: المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة.